الو الفار، ارجوك احسب البيل ان الزمالك هيعتبرها بلاد الظلم ومش هيدينا الجنسيه. المهدي سليمان كبير موظفين المواني هدف عوده النقل البحري للقمه وقطع طريق راس الرجاء الصالح. السلام عليكم، وحشتوني. قلت لك رغم ان انت مقصر معايا في التفاعل بقالك فيديوهين بس فداك، بس مش قوي يعني. اعمل لايك وشير وتعليق واشتراك عشان ازود لك مده الفيديو وادلعك زي ما كنت بدلعك. فيلا بينا. بدا ماتش الاهلي والاتحاد السكندري بالموج العالي، بس الاهلي عام كلابي فتعادل، واعتمد كولر على حاجه بايظه، خطه ناقصه، المهم انها حاجه ما اعتمدش عليها قبل كده لانه ما كسبش. اما بابا فصله فده ايا كان اعتمد على ايه فهو ما جابش نتيجه. هو المهدي سليمان اتوضى ميه زمزم باين وسجد سجده قبل الماتش قامت نوير علينا. المهم الشوط الاول كان زي الفول المدمس كده، وجبه غير مشبعه، طعمها مش حلو ومش مفيده كمان. اقول لك اعتبرني نزلت النضاره واديني لايك وخد ملخص الشوط الاول من وجهه نظر الساعه 3 الفجر اللي بصور لك فيها. استنى، ما عندكش اسم دوس كامل لان الكلام طلع شكله غريب خالص. احنا دماغنا احسن من اي كمبيوتر. اغلق الفار وشغل لنا القلب الشجاع كده ومتعنا. شيل ايدك من مناخيرك. انت عايز تنخرب قول ستوب، يديك 5 دقايق نخربها على جنب. اخضر ولعبه جميل الاتحاد هيمتع الجماهير. الاتحاد سلطان. الغربه علمتني ما اعتمدش الا على نفسي، بس انت ما خرجتش بره المقاولين العرب. ما العرب دول الظاهر والبوهي واللبيني، كل دي دول عربيه. شامم ريحه نجاسه. استنى، مين اللي بيعمل مسقعه الساعه 11 بالليل؟ شوف يا احمد، مشكلتك انك واقف على الارض واحلامك كلها طايره فوق بعيد في السماء. الو الفار، ارجوك احسب البيل ان الزمالك هيعتبرها بلاد الظلم ومش هيدينا الجنسيه. ربنا يخليك والنبي هتجيب جنيه، والنبي يا عمي وحياة امك هتجيب جنيه. انا عشان اوصل للمستوى ده من المهاره العشوائيه خلصت كل فيديوهات محمد محروس سكيلز. ده ما يرضيش ربنا. شفت حسين الشحات اتضرب قوي ازاي؟ وبعدين بقى هو انا عايزها ليه كل الفنتات بتتعمل عليها لوحدها؟ نظرات المؤامره هتجنني. الحمد لله على السلامه المهدي سليمان، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر والامارات وقطاع المواني العالمي. المهدي سليمان كبير موظفين المواني هدف عوده النقل البحري للقمه وقطع طريق راس الرجاء الصالح. فلو بصينا على ميلاد المهدي سليمان سنجد ولد في نوفمبر عام 1987. 1987 هو العام الذي انشئت به الهيئه العامه لموانئ البحر الاحمر التي يتبع لها ميناء حوض البترول الذي تتخصص به شركه بتروجيت وامبي. بتروجيت وامبي الذين لعب لهم المهدي سليمان بحرين ونهر وكيلو البولتي ب 90 جنيه. احنا بعنا الجغرافيا للامارات ولا ايه؟ طب خد الواقعيه، يلعب المهدي سليمان في الاتحاد السكندري اسكندريه، ميناء الاسكندريه الذي تداول 61 مليون في العام الماضي. 61 هو عدد مباريات المهدي سليمان مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري. الحاله الوحيده اللي انت ما كنتش هتبقى سعيد فيها لو انت بره مصر، لو انت كنت كابوريا في الصين هيسووك من غير ما يفنشوك يا اسطى. خد الناحيه البحريه، لعب المهدي سليمان في نادي بيراميدز الذي يملكه سالم سعيد الشمسي الامارات التي عاصمتها ابو ظبي التي وقعت مصر معها عقد لتطوير ميناء سفاجه وبشبك الخيوط. ان المهدي سليمان كبير موظفين المواني هدف عوده النقل البحري للقمه وقطع طريق راس الرجاء الصالح. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. سلام. الحمد لله على السلامه. الشوط الثاني كان فيه احداث واهداف بس ملهاش لازمه، 1-1 زي 0-0، بس هو اي حاجه نلغي فيها فقشطه. وده بدا في الدقيقه 63 بعد بطوليه من ربيعه توصل لطاهر، وبعدها يحصل غلطين من لاعب الاتحاد. الاول انه ضرب طاهر، الثاني انه ما سابش طاهر لانه كده لو كان خدها ما كانش يعمل بيها حاجه، بس المهم انه بيلن شاط الثلاثي بعدها ب3 دقايق وهوبا 1-0 للاهلي. وبعدها الاتحاد يقرر يهجم عدل بس الاهلي ما سمعش القرار فما يدافعش، عشان في الدقيقه 86 كره في رجل اسكندراني يعرضها فينط لها عبد الفتاح وهي لسه في بدايه التعريض، ينزل فهي تعدي توصل لنيجيري اسكندراني ياخدها وهوبا ما جابش جول بقاله سنتين فقرر يجيبه دلوقتي. 1-1 للاتحاد السكندري. عشان تخلص الاحداث وتتفضل ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الطياره الهليكوبتر اللي لقيتها على الجزامه عندنا اذا وقعت. يلا بينا. الكتله الدفاعيه دي بتمنع دخول الاهلي وشعب دمنهور وخط ابني. محد يشوف له امضى على وصل امانه، شيك على بياض، ان شاء الله حتى كمبياله، المهم يفوق. يخرب بيته قناص اختل لحد دلوقتي حمامتين ولاعب كره ومصور. ايه يا عامل يطلع من بيته الساعه 6 الصبح يروح 6 المغرب ب 110 احمس. تشعروا ان المرمى
سواد لذراعيه وقدميه، إنه يغطي كل شيء. الله على المهدي سليمان الحمد لله ضرب وهو مش عارف ان اخر كرة ما تولدش منه كانت في ماتش فيفا، وكان بيلعب نجوم العالم. هتسك اليال ده اللي ابوه اليال وتدوا بومباله مش عارف اقول ايه. والآن مع المفاجأة الكبرى، سمير سمكرة. لا انا محتار جدا، يا ترى رجل المباراه طاهر محمد طاهر اللي شياكته ولا المهدي سليمان اللي بلع جول بس تألق؟ الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. وما تنساش واجب الجدعنه بتاعك، لايك وشير وتعليق واشتراك وبس كده. انا كده خلصت. سلام.